خبر كتبت وسائل التواصل، ولولا يعني أهمية التعليق وافتتان كثير من الناس بمثل هذه المواضيع ما كان الإنسان بيعلق على أمور زي دي، لأنه الشخصيات يعني ما شخصيات تليق إنه تذكر في بيوت الله سبحانه وتعالى. عموما في واحدة بيسموها ماما أميرة، قال دي بيسموها الناس كده، ما عارف هي منه بالضبط، واشتهرت بين الناس في وسائل التواصل وفيما يسمى بالثورة، وكانت من الشخصيات البارزة والقائدة في المجتمع وللأسف الشديد. فبيكتبوا إنه هي أصلا جنوبية من جنوب السودان، وطلعت وزارة الداخلية في جنوب السودان قرار أبعدتها به من البلد وأمهلتها فرصة بتاعت أظن 48 ساعة تغادر البلد. السبب إنه سلوكها مشين للأخلاق الإنسانية والمتعارف عليها، ده السبب بتاعه، طردوها. أنا ما تعليقي عليها يعني في شخصها ولا على جنوب السودان ولا على وزارة الداخلية بتاعتهم ولا قضيتي في طردها، لكن القضية إنه إذا كان يا إخواننا دولة دينها ليس الإسلام، تمام، وثقافتها ليست ثقافة المسلمين، ثقافة غير إسلامية، دين غير إسلامي، بل قد يكون المشتهر والمنتشر في جنوب السودان الأغلب الوثنية. الناس بيقول لك هو النصرانية أو اللي بيسموها الناس المسيحية، والصحيح هي النصرانية. نعم هي الدين الرسمي، دين الدولة، ولكن الناس هناك أغلبهم وثنيين، لا بيعبدوا الله بطريقة النصرانية الباطلة ولا بطريقة الإسلام الحقة ولا بغيرها، دل بيعبدوا الكجور وأشياء غريبة جدا. إذا كان يا إخواننا ناس بهذه الثقافة وهذا الدين بيطردوا وحدة باعتبارها مسيئة ومشينة لما تعارفوا عليه هم من الأخلاقيات والقيم، ويبقى بعد ما طردوها بتمشي وين؟ جاية هنا وقالت الناس دول بيحبوني جدا وفاتحين لي بيوتهم وحيستقبلوني أنا هنا. والأسوأ من كونه بيستقبلوها هي باعتبارها قدوة عند كثير من الشباب. ولما جات نزلت بمطارنا مطار الخرطوم استقبلوها ناس أولاد مسلمين وقبلوها، مش هي اللي قبلتهم، بتقبل الولد في جضمه هنا ومصورة بالكاميرات وتتفاخر بيها، وذاك ذاته بكون مبسوط بيضحك له ضحكة لحد ما تشوف آخر ضرسه. يا إخوانا تعليقنا هنا في الحتة دي، ممكن يا إخوانا نحن نصل، هل تتوقعوا نحن نصل مرحلة إنه اليهود والنصارى يتبرأوا من أخلاق تبقى هي قدوة لنا نحن؟ ديلك يتبروا منها، يتبروا منها، وهي قدوة بالنسبة لأولادنا نحن ولبناتنا. والليلة لو سألنا كثير من بناتنا الماسكات التلفونات والبيقرن في الجامعات بيعرفوا ماما أميرة، بقول لك بنعرفها. طيب بتعرفوا أسماء بنت عميس؟ ما بعرفوها. أتحداك خش الليلة دي أقرب جامعة من الباب اليمين للباب الشمال، أسأل البنات اللي في الجامعة قول لهم بتعرفوا حاجة اسمها أسماء بنت عميس؟ بتعرفوا نسيبة بنت كعب؟ ما بيعرفوها. بتعرفوا هند بنت أبي أمية؟ بتعرفوا رملة بنت أبي سفيان؟ ما بعرفوا ولا واحدة من ديل كلها، لكن بيعرفوا ماما أميرة اللي بتبوس الأولاد في المطار، نيط تبوس الولد
في قدومه وفي جضنه، والشعب يصفق ليها ويطردوها النصارى ونستلمها نحن بنستلم في العيف بتاعت العالم. أي جيفة في العالم بيدعوها عندنا نحن هنا. بقينا سلة رمم العالم. يا إخواننا ما ممكن مجتمعنا يفقد البوصلة ويفقد القدوات لهذه الدرجة، لدرجة زي دي يا أخي ما ممكن. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها كانت مع أسماء بنت عميس اللي قلت لكم دي. وأسماء بنت عميس هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت ممن هاجر إلى الحبشة وجات راجع من هناك. بس دار أديكم مشهد واحد، شوفوا المشهد ده وقارنوا مع زولتكم دي. أسماء بنت عميس كانت ممن عاد من الحبشة، والحبشة كانت بلاد نصرانية آنذاك. لما رجعت من الهجرة قالت رأيت شيئا تصنعه الحبشة لا أراه هنا. وشنو؟ قالت إذا ماتت فيهم المرأة صنعوا لها التابوت. تابوت يعني شنو؟ ده فوق للسرير بتاع الميت بعد ما يكفنوه كويس وخطوا فوق له التوب واي حاجه، بيجيبوا جريد بتاع نخل. جريد النخل ده بيلووه على شكل الحدوه بتاعت الحصان او الشكل نصف دائره، بيلفوه كده، يركبوا الجريده بجاي وتلف تنزل بهناك، يبقى شكل سقف محدب لفوق كده، يلفوا جريد النخل كده كويس. بعد ذاك يجيبوا توب من فوق يغطوا به جريد النخل ده كله، يبقى شكل الإنسان جوا ده ما بيتشاف. والغرض منه إنه المرأة بعد ما تموت ويكفنوها في خمسة أثواب، لافنا ب5 أثواب، بعد ده يعملوا ليها التابوت اللي بفوق ده عشان وهي ميتة الرجال ما يشوفوا حجم العظام بتاعتها. فاطمة رضي الله عنها عملت وصية، قالت أنا لو مت أعمل لي زي ده كده. ده القدواتنا يا أخواننا. بعد ما هي ماتت رضي الله عنها ما داير الرجال يشوفوا حجم العظام بتاعتها وحجم جسمها قدر كيف، وهي ميتة ومكفنة ب5 أثواب. نحن تبقى قدوتنا يا أخي واحدة ساقطة تبوس الأولاد في المطار، تبقى دي قدوتنا؟ ولا يكون قدواتنا ديل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الصحابيات الجليلات؟ غايته الله المستعان. وبلدنا دي ما عارفين نسوي شنو، كل يوم بلوى، والضيق اللي فينا ده بالبلاوي اللي لقطناها نحن دي. نحن لقطنا أي بلوى، بلوى فكرية وبلوى ثقافية وبلوى أخلاقية، نحن لقطناه وجبناه هنا في بلدنا. عشان كده نبشر بأنه بنزين ما في، نبشر بأنه عيش ما في، نموت من الجوع، لأنه الإنسان إذا ما احترم حق الله ودين الله ترى بتكون يا هذه نتيجته. نسأل الله العافية والسلام. السلام عليكم.